تعالى راح فين؟ مش الزملكاويه طلع عندهم حق وطلع الكابتن حسام حسن غلطان في عدم انضمام مصطفى محمد لقائمه منتخب مصر؟ بعد مباراه البرازيل كل حاجه وضحت، كل حاجه وضحت ان منتخب مصر رايح يلعب كاس عالم بدون مهاجم صريح، وان حمزه عبد الكريم ما ينفعش في كاس العالم، وان عمر مرموش ما ينفعش يبقى مهاجم صريح. المفروض كنا نضم مصطفى محمد. طب ما تيجوا بينا كده نعمل مقارنه سريعه بين مصطفى محمد اللي بقاله سنين يلعب مع منتخب مصر ومصطفى زيكو اللي لعب مع منتخب مصر مباراتين. مصطفى زيكو شارك مع منتخب مصر في مباراتين، مباراة روسيا ومباراة البرازيل، لعب فيهم 100 دقيقة، سجل هدفين، هدف في مباراة روسيا وهدف في مباراة البرازيل. منتخبين على اعلى مستوى. طب مصطفى محمد في اخر 23 مباراة مع منتخب مصر لعب 1150 دقيقة، سجل كام هدف؟ هدف يتيم في مباراة ودية ضد نيجيريا. والزملكاويه يطلعوا يقولوا لك مصطفى محمد ما انضمش علشان في مشاكل بينه وبين حسام حسن، انما يطلعوا يقولوا ما انضمش لاسباب فنيه وان هو بقاله 23 مباراه ما سجلش غير هدف واحد. طبعا مش هتشوف كده من الزملكاويه. واحب اقول للزملكاويه اللي ما بيشجعوش منتخب مصر، ان شاء الله عنكم ما شجعتوا منتخب مصر، اوعوا تشجعوه عشان انتوا نحس على اي فريق واي منتخب بتشجعوه. فاتمنى تفضلوا على وضعكم وتشجعوا اي منتخب ضد منتخب مصر، وباذن الله هنصعد من دور المجموعات وهنعمل حاجه في كاس العالم عشان انتوا ما بتشجعوش منتخب مصر. بس كده، يلا سلام.